السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ دي الرخامة الجديدة بتاعتي اللي انا عملتها وردتها معاكم قبل الفيديو قبل كده اهيت. النهارده ان شاء الله مع بعض هنرتبها وننظمها، لان هي بقالي بتاع اسبوع كده ولا حاجة ما رتبتهاش وما نضفتهاش، فعايزين نرتبها وننظمها ونشوف هنحط فيها ايه. انا ممكن اجدد الحاجات اللي هحطها فيها. انا حاطه هنا الرز اللي بستخدمه، بجيب اللي هو اللي بالشكارة ده متنضف ومتنقي احسن. وكنت حاطه هنا طعم البايركس بتاعي برضو، عايزه اظبط الدنيا، او ممكن احطه في مكان تاني واجيب حاجه مكانه. وديت التربو بتاعي حاطه في البصل والثوم، هنظبطه برضو لانه مبهدل بصراحه. فخليكم معايا كده ان شاء الله. اهو ده البريل بتاعي، طبعا مكان البريل كل ده هيتشال كده. خلاص نضفت الرخام اللي فوق اهيت. هجيب سلكه وحبه صابون واصبنها الاول. ده كان مكان الرخامه، مكان الحته اللي كانت مقصوصه مكان الحوض، ودي بقى رخام، فانا ممكن استغلها زي قطاعه يعني او حاجه زي كده. فانا هسيبها لان انا مش ما استخدمتهاش لسه لحد دلوقتي. هصبن بس الحته ديت وهاجي لكم تاني. اهو يا حبايبي بالسلكه والبلل هبتدي ان انا ايه اصبن المنطقه دي كلها، عشان لما اجي همسح على نضافه. هي نضيفه والله، بصوا الرخام نضيفه. ده الرخام بتاعي على فكره اللي كان عندي في المطبخ الاول. اما لو كان عندك رخام زي كده عشان تخليه ابيض وبيلمع زي ما هو كده، او في بقع ولا اي حاجه، حبه كلور صغيرين بس. الرخام ده بس انا ما جربتش مع الملون ده عشان محدش يحط منه. لو رخام زي كده وعندك مبقع بتاع المطبخ حبه كلور، ومشي بيهم ومشي كده على الكلور على الرخام قصدي، وسيبيه بالظبط 5 دقايق هتلاقيه بيبرق. ده بتاعتي بقى 11 سنه اهي، ما شاء الله ما فيهاش ولا بقعه اهي. هصبرها كلها بس خلاص. هي الحمد لله مش مبقعه ولا فيها اي حاجه اهي. هجيب بقى قماشه ناشفه عشان اشطفها يعني وامسحها وارجع اهو. قماشه بص، المكان بتاع الصابون كان موجود هنا، بحطه هنا بس. ما شاء الله ربنا يصلح الحال باذن الله. هجيب تربو منظفات واحط تحت الرخامه باذن الله. كده خلصت الرخامه كلها اهي زي الفل اهي. هجيب بس حاجه ناشفه نشفها ونشوف هنرصها ازاي. اهو يا حبايبي، انا كان عندي الكولمان ده كنت حاطاه في قطعه المطبخ بتاعتي، فقلت اجيب، انا عايزه احط هنا كل اللي هتبقى ايدي بعيد عنه، يعني مش هبستخدمه الحته اللي فوق دي، مش هستخدمه كتير ولا حاجه، فيبقى بعيد عني ان انا ممكن احطه هنا. هحط البايركس، طبعا البايركس مكانه في مكان الكولمان ده في المطبخ، عشان حتى بتحافظ عليه بعيد عن لا يتكسر لا قدر الله ولا حاجه. وهحط هنا الرز اللي انا جايباه، هوريكم برده دلوقتي. اهو يا حبايبي دي البتاع اللي بحط فيها الرز. بشتري الرز في الشكاير اللي هي شكاره على بعضها 25 كيلو، بيكون متغلف بماده بتلمع عشان تحميه من التسوس، ان هو يسوس او الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. وحاطه في قلب كوبايه بعاير بيها، يعني مثلا عارفه ان انا هاخد النهارده معياري كوبايه على قد اكلنا يعني، عشان يسهل عليا بدل ما بهدل الدنيا ولا وقع ولا اي حاجه. بحب احطه في علبه زي كده لها غطا بتاعها، والباقي الشكاره بحطه جنبها عشان لما دي تخلص اعبي منها على طول. اهو انا حطيت الباسكت او العلبه اللي فيها الرز، دي علبه كبيره بتاخد مش عارفه حوالي 7-8 كيلو. وده الكولمان اهوت، وده بقى الشكاره اللي كانت عندي حطيتها فوق اهيت. الحته اللي فاضله ديت لو عندي حبه المونيا انا مش عايزاهم استخدمهم برضه هحطها فيها، لسه هوريكم برضه دلوقتي. بس هنيجي دلوقتي المنطقه اللي تحت. ده التربو بتاعي، انا كنت لسه غسلاه قبل ما انزله تحت هنا. هو تربو 4 ادوار، هو تربو 4 ادوار، بس انا حطيته قطعته لان الحته عندي هنا صغيره، فخليته دورين. بدل هجيبه طبعا هطلع ده كله وانضف تحته واطلع البطاطس وافرش تحتها. خليكم برضو معايا هوريكم ان شاء الله هنعمل ايه. اول رف عندي هو رف البطاطس. هنزل بطاطس بس كده في اي كرتونه ولا اي حاجه جنبي. دي الرجول بتاعته اللي هي كانت بين الطبقتين وبين بعض، بس مش نضيف برضو
اهو عايزه اوريكم اهو. بصوا مكان البصل وكده. هو بينضف بمنتهى السهوله على فكره. هجيب بس قماشه مبلوله وامسحه وهفرش في حاجه. دي تاني رف عندي بتاع البصل. انا لسه كنت جايبه بصل امبارح فهفر فيه كده لان انا فرشه تحته. الكيس ده بيحمل تربو بلاستيك ان هو يتوسخ، حتى لو اتوسخ بتشيل الكيس وتغيريه مكانه وخلاص. انا ملبساه كيس. هشوف بس البصل اللي فيه. انا لسه جايبه بصل امبارح. هظبطه واشوف البايظ، اطلع القشر عشان ده كله يترمي في الزباله، يبقى حاجه اتحطت على نظافه. الكيس اللي كان عايز يتغير برضه هشيله. بص انا فضيت البصل اهوت، هو ده اتوسخ، انا هشيل ده خالص. وان كان اللي تحت عايز يتمسح هنضفه برضه واحط كيس جديد عشان برضه الحاجه ايه البصل ما يبصش او الحاجه اللي عندك ما تبصش. اهو انا كنت عامله كيس كده بمنتهى السهوله اهو. عشان ده كده بحاله كده اهو. احطه في الزاويه. هو بصوا يعني مش متوسخ قوي بس هديله مسحه برضو اهو. يا حبايبي انا شلت الكيس القديم ومسحت التربو. واي كيس قديم عندك عشان يحمل، لان انا حاطه بصوا عندي الرخام هنا على الارض. يحمل الارض ان هي ما تنزلش قشر وقرف على الارض، ويحمل البصل كمان من مثلا لو هتمسحها بميه ولا حاجه يبقى عازل بين الارض وبين البصل عشان ما يبوظوش. هبتدي ارص البصل تاني اهو. انا طبعا نقيته اللي كان عايز. لو عندك كميه بصل ده نقلك فيها على طول عشان البصل لما واحده بتبوظ اللي جنبها كمان اهو. اي قشره ولا حاجه كده كده انت كده هتقشر منك، لا شيليها. عشان ما نرجعش يبهدل لنا ده تاني. لما بروح السوق، لان ممكن ما اروحش السوق مثلا عشان تعبانه يعني كده، فما بروحش السوق مثلا كل اسبوعين ولا حاجه. فبروح السوق الحاجه اللي هي خزين البيت زي كده بحب اجيب منها كتير. وما بحبش اخزن البصل على فكره، انا بيبوظ. جربت كذا مره ديت مطلعه روف خضرا، هي حلوه خلينا في الاول عشان استخدمها عشان ما تبوظش. جربت اخزن البصل كذا مره ما نفعش معايا خالص. حطيته في بلكونه، حطيته في اوضه. ما بجيب على قد غالي رخيص بقى، بجيب على قد ايه استهلاكي. مش بجيب لما اجي مثلا اجيب بصل اجيب 4 كيلو 5 كيلو يخلصوا اجيب غيرهم. ما بجيبش على بعض عشان ما يبصش، عشان خساره برضو الحاجه. انا كده خلصت اهو. هركب بس الدلعاب بتاعته ديت، وهحط بتاع البصل كمان بتاع البطاطس كمان انا خلصته هرجع لكم. صحيح معلش. وكمان لما تيجي تجيبي البصل هات البصله. يعني انا بحب اجيب بصل على قد استخدام، يعني الواحده ما فوتش منها خساره. مثلا ديت على قد الطبخه بتاعتي. بجيب اعمل حسابي مثلا بصلتين يعني مثلا في الشهر 4 5 بصلات صغيرين زي كده بستخدمهم برضو. واجيب مثلا لو واحده كبيره زي كده اجيب واحده او 2 او 3 بالكتير للمحشي، لان المحشي بيحب البصل كتير. فانت وانت بتشتري هاتي على قد اللي انت عاوزاه. شوف انت لو انتوا عيله كبيره اكيد هتستخدمي البصلايه الكبيره دي، يبقى كتري منها وقللي من التاني. لا انا بكتر من اللي هي الوسط ديت على قد طبختنا احنا. وبجيب من ديت مثلا 3 4 ومن الصغير ده برده 3 ولا 4، بحيث استخدم عوز دي او عوز ديت يبقى موجود عندي كل الانواع. بس الاكتريه بجيب اللي هي الوسط دي. وكمان تعرفي البصل كويس ازاي التك هنا كده وانت بتشتريه هنا كده. لو لقيتي من هنا طريه يبقى البصله بايظه من جواها بايظه اهي. وتلاقيها مدوره، يعني هات البصله اللي هي مدوره وشكلها حلو دي اهي. تك هنا كده. دايما لما باجي اشتري بتك هنا كده. انا حبيت برضه اقول لكم على معلومه انا عارفاها ان شاء الله تفيدكم باذن الله. اهو يا حبايبي انا ركبت شغل لكم بس الكشاف. ركبت الرف بتاع البصل كمان اهوت. اهو البصل فوق البطاطس فوق اهي قصدي، والبصل تحت اهوت كده. خلاص ده خلص. همسح تحته وانضف تحته عشان ادخله ايه على نظافه. اهو يا حبايبي انا دخلته وانا عندي التربو التاني اهوت. حتى اللي فوق دي فيها اكياس فمبهدله، اكياس زباله، اكياس بعوز اي كيس عندي بحطها في الجبايه اللي فوق ديت. واللي تحت ده في السلك والثوم. انا خلاص قربت اخلص الثوم، فطبعا ده كله هيتنضف تاني. سلك المواعين برده. وهحط الثوم في حاجه لوحدها عشان ما يبقى بعيد عن السلك. انا لسه حاطه السلك عليه دلوقتي، انا كنت حاطاه فوق هنا عشان كان بتاعه البطاطس دي كانت فاضيه. هرتبها برده واظبطها واحط السلك في حته لوحده باذن الله. وان شاء الله هوريكم اعملها ازاي. اللي بتاعتي كانت عندي كانت صفايه معالق بس كانت مش كويسه خالص، انا استغنيت عنها وجبت حاجه تانية فحطيتها مكانها اهو. جبتها كيس ظبطتها كده عشان احط فيها الثوم. انا خلصت ثوم، قربت اخلص ثوم اصلا.
طبعا برضو لما تيجي تشتري توم، احنا اصلا في اخر السنه مفيش توم، لما تيجي تشتري توم اتك على فصوص التوم كده، لا تلاقيها مليانه. لو لقيتها فاضيه ما تجيبوش، مبشرش كله فاضي، او الحبه اللي في التوم كله فاضي. يعني هخلص اللي هنا معايا ده وهرجع لكم تاني ان شاء الله. اهو انا نضفت الحته اللي تحت وشلت الكيس اللي كان فيها. انا حاطه كيس اسود هنا ليه؟ لان انا مش هحط عليه اكل يعني مباشر ولا حاجه، لا انا هحط التوم اهو زي ما وريتكم. انا حطيته في الحته ديت ولقيت فكره كويسه بصراحه، بحيث ان انا لما استخدم منه اجره على طول مش يتبهدل. يبقى ده بتاع التوم مخصوص، انا مش عندي كميه كبيره اللي هم دول. ان شاء الله برضو ما يطلع التوم الجديد هوريكم ازاي انا بفرزه، بيكفيني السنه كلها والله. مش بحب استخدم خالص، بس انا كنت جايبه كميه صغيره فعوزت جبت دول الحبه دول. هحط جنبه كمان السلك، سلك المواعين، عشان برضو يبقى جنب ايدي ان انا استخدم منه براحتي. اهو يبقى انا كده فاضل لي ايه؟ هركب الحته اللي هي كانت فوقها كمان، وهمسح تحتها عشان اجيب بنظافه باذن الله، وارص اللي فوقها برضه هوريكم. انا كده مش فاضل عندي غير الكياس بتاعت اللي هي الزباله، او كاس للسواقه، اي حاجه يعني. او يا حبايبي انا حابه احط التربوهات جنب بعضها كده، عشان ان شاء الله هجيب واحد كمان نفس الخامه ديت. ده كان ب40 جنيه تقريبا، وبرضه هقسمه 2 واحطه جنبهم هنا. عندي الحته دي برضه فاضيه، ان شاء الله هجيب فيها تربو زي ما قلت لكم زي ده بالظبط. ده كان ب50 جنيه تقريبا او حاجه زي كده، رخيص يعني. وهقسمه 2 برضه واحط هنا، بحيث ان انا استغل المساحه دي كلها. احط في اي حاجه، ممكن احط في اي حاجه. ده مكان الراجل مكان بيعمل اهو، وده البلاط بتاعي. بس انا مش يعني الدنيا عندي رايقه هنا الحمد لله. الرخامه ديت وسعت لي الدنيا خالص، اللي عملتها في النص ديت والرخامه اللي فوق ديت. يعني انا هحط هنا برضو حبه قلمونه دلوقتي، انا بس حبيت اشجعكم كده عشان نشجع بعض. بصراحه حلوه عمليه. حتى الحته هنا كان عندي رف كمان احط عليه، فجبت موضوع التربات الصغيره ديت رخيص، وان هو هيساعدني برضو ان انا استغل المساحه اللي عندي تحت ديت، بحيث ان انا برضو تبقى زي الدرج بالظبط كده. بفكر كمان والله اجيب اللي هو التربو الاربع دراج، واحط هنا مثلا احط فيهم معالق، احط فيهم منظفات، فوط، اي حاجه ان شاء الله باذن الله. عن قريب عاجب باذن الله. بس ده روتين النهارده. حبيت اروق الدنيا دي كلها قدامكم اهوت. هجيب برضو لو اي مواعين هنا قديمه المونيا قديمه هحطها هنا برضو باذن الله. ورصايه رصايه زي ما قدامكم اهوت، ورتبت التربوهات اللي هنا وظبطت الدنيا. ما عادش قدامي حاجه كده، خلاص خلصت الحته ديت ومسحتها وظبطتها وكل حاجه بقت 100 100 وبقت زي الفل الحمد لله. وكمان قلت على ما اجيب ان شاء الله باسكت المنظفات اللي هو برفيع وصغير، اللي هو التربو الصغير ده، قلت احطه في الحته ديت بحيث ان هو يلم لي الدنيا برده ويظبطها لي. دي المنظفات اللي قدامي دلوقتي لسه ان شاء الله هبرصه. ده البريل بتاعي، وده هو لايت مش بستغنى عنه بصراحه، تحفه. وديت كمان واحده فاضيه، لما بتفضى مش برميها، بشطفها كويس وبحط فيها ميه بخل، ميه بملح ليمون بكربوناته، بحيث ان هي تبقى ايه قدامي. لسه طبعا هلم المنظمات كلها فيه، بس انا حبيت اوريكم الفكره برضو ان شاء الله يعني باذن الله على ما ربنا ييسر الحال واجيب تربو منظفات. حبيت اشجعكم ان شاء الله. اوريكم برضو انا بعمل ازاي تحت الرخامه، يعني في ناس كده كتير سالتني انت منظمه الحته اللي تحت الرخامه دي ازاي. حبيت اوريها لكم برضو. اشوف وشكم على خير فيديو جديد واهوت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.